ألا تمزح مع من لا لما يعرف، ما تمزحش معه. هذه 5. هناك شرط سادس استفدته من بعض أهل العلم جزاهم الله خيرا، وهو أن لا يكون المزح في الدين. ما تمزحش في الدين، بمعنى يعني الناس تجيهم تقول لهم كذا وكذا حرام، يقول حرام، ما بالنا ماشي حرام، لا 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 تتقصر معنا حلال ما يجوز، كما بعض الناس يقصروا يجوز، لا يجوز، لا ما يجوز. قال تعالى في قصة البقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني الجهال وين يديروها؟ يقول لهم ربي أمركم بحاجة، بل لهم لا 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 تتقصر، هذا ما يجوز. المثل يعني لا، هذا ما يجوز. طيب، توقفنا عند باب المزاح مع الصبي، هذا نأخذه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. كان أسئلة في الموضوع. نعم، هل يجوز الترامي بالحصى؟ لا، الترامي بالحصى لا، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخطف، والخطف حاصل صغير قال إنه لا يقتل صيدا ولا ينكأ عدوا، وإنما يفقأ العين ويكسر السن. صحيح. سؤال الدرس: هل يشمل الوضع الصحابة أم الرسول صلى الله عليه وسلم فقط؟ نعم، الوضع يعني الكذب، كاين كذب على الناس يكذبوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، كاين الناس يكذبوا على الصحابة، كاين الناس يكذبوا على العلماء، لكن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر. إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام أخطر، يعني فيه الكذب كله لا يجوز، لكنه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطر، والكذب على الله كذلك أخطر، لأنه راه يضيف إلى الإسلام ما ليس منه. يقول: ما حكم سماع الأناشيد في السفر؟ الأناشيد يجوز تسمعها إذا كان في السفر أو في عمل جماعي، أو مثلا في إنسان ملة أراد أن يجدد النشاط، لكن الأناشيد تكون معقولة، ما تكونش فيها كأنك تسمع إلى إنسان لا يكثر منها بحيث لا تشغله عن القرآن وعن الجد. الأناشيد يستعملها الإنسان ما يكون عيان، ما يكون حاب ينشط نفسه، أو في عمل جماعي ويديروا الضالة مثلا، نفتوا في الآخر باش نشطوا هيا يا إخوان، هيا يا إخوان، هكذا يعني نديروا نشيد، نجيبوا نشيد مليح، ألفاظه تكون نظيفة باش ننشطوا. معليش كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يبنيو المسجد تاعو كان شافوا الرسول عليه الصلاة والسلام يرفد معهم اللبن، قالوا: لئن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل. هذا بالنشيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يجاوبهم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهكذا حديث جيد. أو مثلا كما يديروا في الجيش، يروحوا مثلا الساحة ولا يروحوا يطلعوا بالنشيد باش ينشطوا روحهم، يعني هذا من باب التنشيط، تحميس. في السفر راك مسافر طريق طويل، ما تقدرش تسمع مثلا درس علمي ويجيك نعاس، تسمع نشيد ينشطك. صح، النشيد يكون في حدود لا تجيزه الشريعة الإسلامية. أو حتى في بيتك عييت حبيت تبدل شوية من الجد، كما يقال من سيريو بزاف تعيا، لكن روح للجد الذي لا يخالف الشريعة، مش كما بعض الناس صلينا الجمعة وصلينا النافلة وغيرها، خلينا نقعدوا لا ما تروحش للحرام حتى ما يحباش ربنا، تروح للحلال. الحلال الحمد لله تقدر تريح روحك في الحلال. طيب،
يقول هل هذا الحديث صحيح؟ أنت ومالك لأبيك. نعم، هذا الحديث صحيح. أنت ومالك لأبيك يعني ما معنى أنت ومالك لأبيك؟ يعني إذا احتاج إليه. مش معنى أنت ومالك لأبيك ينحي لك المال تاعك ويخليك يعني قريب تموت أو قريب من الهلاك، لكن يعني بابا كي تكون تسالو ما تطالبوش كيما تطالب الغير. يعني بابا سلفت له مليون ماشي تطلب المليون كيما تطالب واحد آخر. إذا قال ما نعطيلكش امشي، خلاص خليه حلال عليك. لكن انت مثلا عندك المال تاعك تحتاجه باش تقوت نفسك تقوت اولادك ويجي ينحيهولك ويخليك في ضيق، لا، هذا معنى الحديث. الحديث هذا أنت ومالك لأبيك رواه أبو داود وغيره وهو حديث صحيح. يقول هذا السائل يقول هل المرأة تمسح على الخمار وهل يأخذ هذا المسح حكم المسح على الخفين؟ نعم، يجوز المسح على الخمار. يعني المرأة راهي لابسة فولارة ولا لابسة الخمار تاعها وتوضات ماشي لازم تنحي الخمار، ولو كانت وحدها في الدار ماهيش حابة تنحي الخمار هذاك تمسح عليه، وماشي لازم تكون لبساته على وضوء، لا، بخلاف الخف تاع الرجلين ولا تقاجب الجوارب لازم يكون الإنسان مسموح على طهارة مائية ويلبسهم، ومن بعد كي تنقضوا الوضوء ما نحاهمش كي يتوضا يمسح عليهم، وله 24 ساعة من يبدا المسح. يعني كي تمسح عندك يجوز تمسح من يبدا المسح حسب 24 ساعة إن كنت مقيما، أما إن كنت مسافرا فعندك 3 أيام إلا إذا نحيتهم. مثلا واحد ناض الظهر في الصباح توضا صلاة الصبح غسل رجليه ومن بعد لبس جوربين صح صلى الصبح ومن بعد تاخذ الوضوء القاشر ما نحاهمش، وبعد ذلك القاشر حتى الظهر كي جاي يتوضا ما حبش ينحيهم امسح عليهم، عنده يقدر يمسح عليهم الظهر حتى الظهر تاع الظهر بشرط يكون ما نحاهمش. اما اذا في الليل نحاهم ولا بعد الظهر نحاهم باش يدير القيلوله خلاص كي ينتقض الوضوء لازم كي يتوضا يغسل رجليه. طيب، أخبر بعد الزواج نود لو تعطوا النصيحة أن تقرأ حقوق الزوج عن الزوجة وحقوق الزوجة عن الزوج. اقرأهم وش هي الحقوق تاعك وش هي الحقوق تاعها تعلمها، وإذا تعرف المرأة تاعك هذه لازم ما تعرفهم ابعث لها رسالة ما تصبر بالهاتف تعلمها وتقريها، لا ما تقريهاش على الكلام، وإنما أبعث لها رسالة يعني كتاب ولا عن طريق أبيها أو عن طريق أمك أختك عمتك تديها لها باش تتعلم. هذا هو. طيب، نزيدو شوية معليش متفرقوش علينا. هل يجوز؟ نعم، يقول عندي مرحاض حيث إن الإنسان إذا أراد قضاء الحاجة استقبل القبلة ولا بد ومن الصعب التحويل. هذه مسألة اختلف فيها العلماء، والراجح والأيسر أن المرحاض إذا كان في بناء كان قدامك جدار ولا خلفك جدار يجوز تستقبل القبلة ويجوز تستدبرها ما دام كاين جدار. هذا هو القول الراجح للوجود. كاين أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك. وين ما يجوز كي تكون في الفضاء صحراء ولا مكان حصيدة حبيت تقضي حاجة لازم يكون حاجة قدامك يعني تستترك من قدامك أو من خلفك، وإذا ما كانش لازم دير القبلة ديرها على يمينك أو على يسارك تقضي الحاجة. أما في البنيان فيجوز. ومع ذلك اللي راح يبني دار ولا المرحاض ما يديروش مستقبل القبلة ولا مستقبل القبلة. على هو يجوز، لكن قد يأتي إليك شخص مقتنع بالقول الآخر يقول ما يجوز،
تستقبل القبلة ولا تستقبلها لا في البنيان ولا في الفضاء، راح تديروا في حرج، راح تديروا في حرج فقط من باب يعني مراعاة الخلاف. وإلا هذه المسألة هذا القول هو الأيسر والأسهل وبه تجمع الأدلة. يقول نختم بهذا السؤال: ما حكم بيع وشراء وشرب كوكا كولا يعني الغازوز؟ اليوم سبحان الله مريت على واحد المصنع كاتبين كوكا كولا، سبحان الله ها جاسوس. قلت ديالهم يخدموا فيه، شكون اللي يخدموا فيه دابا؟ شكون؟ مسلمين. فإذا قاطعناها شكون راح ينظر؟ اليهود. لو كان هذيك المقاطعة هي في بلادهم هذه حاجة أخرى، أما مصنع يخدموا فيه المسلمين يخدموا فيه حاجة حلال، قد يكون هناك نسبة راهي تروح للكفار. لكن شوف يقول العلماء: إذا تعارضت مفسدتان فنأخذ بالأخف. الأخف علينا خاصة في بلادنا، الناس راهي تخدم وراهي تشتكي ماهيش لاحقة، زيد ثاني يعني نقاطعوا هذا المشروع اللي راهو يخدم في بلادنا، معناتها شحال من عام 500 عام يزيدوا يحكموا الأرصفة ويبيعوا اللي يبيع الصباط ويولوا يبيعوا في الأرصفة. لو كانوا يبيعوا في التروطوار على بالكم ولا لا؟ التروطوار يعني التروطوار هذا تاعو يبيع ويشري فيه، كي يحب يبيع يجيو يتفاوضوا معاه شحال تبيع من هذه البلاصة، ولاو يبيعوها بالملايين، رصيف تاع عامة ولاو يبيعوه. وبعض الناس واش داروا؟ عنده حانوت، واش دار؟ غلق الحانوت ولا يبيع في الرصيف. هذه فوضى. فإذا إذا كان الحاجة راهم يخدموها المسلمون، ولا إنسان جاب سلعة من الخارج ولات ملك تاعنا، فبعض الناس قالوا لهم قاطعوا تاع دنمارك، تاع الحليب ولا تاع دنمارك، الزبدة تاع دنمارك والله بالزبد. هذا هو الملك تاعك، واش تاع دنمارك؟ هذا تاعك. المقاطعة تكون هي. وبعدين المقاطعة أيها الإخوة هذه من السياسة الشرعية، والسياسة الشرعية شكون يديرها؟ الحاكم، وزير الاقتصاد، وزير التجارة، هو يقول لنا ما تزيدوش تشروا من عند فلان، من عند الدولة الفلانية، يا اللي راكم تجيبوا السلعة، بالك تجيب سلعة من هنا. هذه هي. أما في الإنترنت ومفتي ماشي مفتي تاع الدولة، هذو تاع محاضرون تاع الإنترنت ولا تاع القنوات قاطعوا كذا، يا ولدي اقعد في الحقوق الزوجية وجيب له وردة لزوجتك وكذا، ما تدخلش في الأمور الكبار. هذه من السياسة الشرعية. مع الأسف المفاهيم مختلطة، المدير حاسب روحه وزير، واللي ماشي كيما بكري عساس عند الباب كي يزعلوا ديروا واش نغلق الشركة هذه، عساس تغلقها، واش تغلق أنت؟ سبحان الله العظيم. فإذا لابد أن ننظر إلى الأمور من جميع الجوانب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. بارك الله فيكم والسلام عليكم.